في عالم الجريمة هناك أسماء تظل محفورة في الأذهان. واحد من هؤلاء هو بابلو إسكوبار، الرجل الذي حول تجارة المخدرات إلى إمبراطورية ضخمة وجعل من نفسه أسطورة. في هذا الفيديو سنستعرض حياة هذا الرجل الذي لقب بملك الكوكايين. ولد بابلو إيميليو إسكوبار غافيريا في الأول من ديسمبر عام 1949 في مدينة ميديلين بكولومبيا. نشأ في عائلة متواضعة ولم يكن الفقر شيئا غريبا عليه. منذ صغره كان لديه طموحا كبيرا وثقة لا تتزعزع بأنه سيصبح شخصا مهما. بدأت خطواته الأولى في عالم الجريمة بطريقة بسيطة، كان يسرق السيارات ويبيعها، ثم انتقل إلى التهريب، السجائر والأجهزة الإلكترونية. لكن سرعان ما اكتشف أن المال الحقيقي يكمن في تجارة المخدرات. في السبعينيات بدأ بابلو إسكوبار بتأسيس كارتيل ميديلين. خلال علاقاته القوية وشبكة التهريب التي أنشأها، أصبح بابلو المصدر الرئيسي للكوكايين في الولايات المتحدة. لم يكن هناك طريقة لم يتفحصها ولا حيلة لم يستخدمها. ابتكر أساليب جديدة لتهريب الكوكايين من الطائرات إلى الغواصات الصغيرة، وكانت أرباحه هائلة. بحلول الثمانينات كان إسكوبار قد أصبح واحدا من أغنى رجال العالم، حيث قدرت ثروته بمليارات الدولارات. لم يكن بابلو إسكوبار مجرد مجرم، بل كان يراه البعض كبطل استثمر جزءا من أمواله في مشاريع خيرية مثل بناء المنازل للفقراء وتمويل المدارس والمستشفيات. هذه الأعمال جعلته يحظى بدعم العديد من الناس في ميديلين. لكن وراء هذه الوجهة الخيرية كان إسكوبار يدير إمبراطورية عنف لا تعرف الرحمة. عندما واجه تهديداتا من الشرطة أو المنافسين كان يرد بعنف لا مثيل له. اشتهر بابلو إسكوبار باستخدام العنف كوسيلة لتحقيق أهدافه، من تفجير الدائرات إلى اغتيال السياسيين. لم يكن هناك حدود لمن يمكن أن يفعله للحفاظ على سلطته. أحد أبرز الهجمات التي قام بها كان تفجير طائرة عام 1989 بهدف قتل أحد المرشحين للرئاسة الكولومبية. هذا العمل الإرهابي صدم العالم وأكد مدى خطورته. مع ازدياد ضغوط الحكومة الكولومبية والتعاون مع الولايات المتحدة، بدأت إمبراطورية إسكوبار بالانهيار شيئا فشيئا. عام 1991 سلم نفسه إلى السلطات الكولومبية، لكنه لم يبقى في السجن طويلا. في الثاني من ديسمبر عام 1993 وبعد مطاردات استمرت لأشهر، قتل بابلو إسكوبار على يد قوات الأمن الكولومبية في حي شعبي بميديلين. انتهت بذلك قصة الرجل زرع الرعب في نفوس الملايين، ولكنه أيضا ترك إرثا معقدا في كولومبيا. رغم وفاته يظل إرث بابلو إسكوبار مؤثرا في كولومبيا وحول العالم. لقد غير وجه التجارة والمخدرات إلى الأبد وترك بصمة لا تمحى على المجتمع الكولومبي. لكن قصته ليست مجرد حكاية عن الجريمة والعنف، بل هي أيضا درس عن الطموح والشجاعة، وكيف يمكن للشخص أن يصبح أسطورة من خلال تحقيق المستحيل ولكن بثمن باهظ. هكذا كانت قصة بابلو إسكوبار ملك الكوكايين وأسطورة الجريمة. نأمل أن تكونوا قد استمتعتم بهذا الفيديو. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لتصلكم قصص أخرى مشوقة. إذا كان لديكم أي تعليق أو استفسار اتركوها في قسم التعليقات أدناه. شكرا لمتابعتكم ونراكم في الفيديو القادم. في أمان الله.